الصبح على صوت مرات ابويا وهي بتقول: انتوا هتفضلوا نايمين كده لغاية العصر؟ قومي يا اختي انتي وهو، خلينا نشوف ورانا ايه. صحيت من النوم: حاضر حاضر يا مرات ابويا. حسن اخويا صحي وكان خايف منها قوي وكان بيستخبى ورايا. سألته: مالك يا حسن؟ لقيته مش بيرد عليا. لقيت مرات ابويا هي اللي ردت عليا: هيكون ماله يعني؟ تلاقيه بيتدلع زي عوايده، ما هو لو بيسمع الكلام ما كانش حصل له اللي حصل امبارح. قربت منها وقلت لها: هو ايه اللي حصل امبارح يا مرات ابويا خلاكي تعملي فيه اللي انت عملتيه؟ انا ما عملتش حاجه، ده كداب. ويلا من غير وجع دماغ، خد يا اخوك ويلا من هنا، انا دماغي وجعاني ومش عاوزه دوشه. وحسك عينك انتي وهو حد يفتح بكلمه لابوكوا لما يرجع من الشغل، هو اصلا تعبان ومش فايق لقرفكوا ده. سابتني وخرجت برا الاوضه. لقيت بنتها شهد جت وقالت لي: هيا يا بنتي يا ايه، فكرتي في اللي قلتلك عليه؟ فكرت في ايه؟ في الشغلانه اللي قلتلك بتكسب دهب. الشغلانه اللي بتكسب دهب يا بنت اللي قلتلك عليه. ياني شغلانه ايه اللي هتجيبها لي؟ هو انت بيجي من وراكي خير ابدا؟ تصدقي اني غلطانه اني كنت خايفه على مصلحتك انت واخوكي، وكنت عاوزه نغنغك بالفلوس على الاقل تقدري تجيبي شويه هدمه عدله بدل الهلاهيل اللي انت لابساها دي. يا بنت فكري، انا بكسب فلوس كتير، ده انا بقبض بالدولار كمان. اوعي تقولي لي الموضوع بتاع الرقص ده اللي انت حكيتيلي عنه. هو ده يا بنت. ما تكمليش يا شهد، انا مش بتاعه الحاجات دي، روحي وسيبيني في حالي. ليه ان شاء الله؟ هو انا كنت بقولك امشي في البطال؟ ده انا بقولك فيديو يعني من بعيد لبعيد، ولو عاوزه تداري وشك داريه عادي. روحي يا شهد الله لا يسيئك، انا ماليش في الكلام ده، ربنا يهديكي ويهديني. طيب يا اختي، امي ما كذبتش لما قالت عليكي بوزكفاء، ما يجيش من وراكي منفعه ابدا. ما قدرتش اعترض عشان مش عاوزه مشاكل. اخدت حسن اخويا اللي كان مرعوب منهم وبيخبي وشه فيا وكنت همشي، بس سمعت صوت راجل في الحمام. هو بابا جه؟ ردت مرات ابويا عليا: لا ابوكي مش راجع غير بالليل. بس انا سمعت صوته في الحمام. لا لا، ده السباك جاي يصلح الحنفيه اللي كانت بايظه. ويلا بقى ما تعطلينيش بقى، انت هتفتحي لي محضر؟ روحي شوفي هتعملي ايه. طلعتني بره الشقه وقفلت الباب في وشي. اخدت اخويا حسن ومشينا، بس لقيته ما بيتكلمش. كنت قلقانه عليه قوي. سالته: مالك يا حسن، مش بتتكلم ليه؟ طب انت شفت ايه امبارح؟ كان بيهز دماغه وما كانش بيرد عليا. ولما خلصنا اخر النهار لقيت صاحب الشغل بيقول لي: اخوكي شكله تعبان قوي ووشه اصفر، لازم تكشفي عليه النهارده، خدي يوميتك اهي وعليها كمان 50 جنيه. قلقت ورحت بيه المستشفى. الدكتور اول ما شافه قال لي: ممكن اعرف ايه اللي حصل له بالظبط؟ هو كان كويس ومش عارفه ايه اللي حصل. الحاله اللي قدامي بتقول انه اتعرض لصدمه كبيره خليته يفقد النطق، وكمان اثرت شويه على وظائف المخ. يعني ايه؟ اخويا بقى اخرس وكمان مخه ماله؟ انا مش فاهمه حاجه. طيب فين والدك ولا والدتك؟ وانا هفهمهم حالته بالظبط، وكمان عشان اكتب له على العلاج لازم يمشي عليه وياخدوا مواعيد مظبوطه. كلهم ماتوا، اهلي كلهم ماتوا يا دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا بنتي انت خلي بالك منه، والعلاج اللي في الروشته ده لازم ياخده في مواعيده ويجيله بعد اسبوع. يعني هو هيخف وهيبقى كويس ان شاء الله، هيتحسن واحده واحده ويرجع زي الاول. واحسن حاجه لازم تبعديه عن اي ضغط عصبي، يعني اوعي تزعقيله. حاضر يا دكتور. باليوم ده وبعد اللي حصل لحسن اخويا انا قررت ان خلاص ابويا بالنسبه ليا مش موجود. انا حتى لو رحت حكيت له على مرات ابويا بتعمله وعملته في حسن مش هيصدقني، بالعكس هيصدقها هي كالعاده، واخرتها علقه اخدها اخر الليل. فقررت من اليوم ده ان خلاص اني لازم اشتغل واتعب اكتر عشان اخد اخويا حسن ونعيش بعيد عنهم. بس في الوقت ده كان صعب لاني مرتبي صغير يا دوب بيكفينا اكل وشرب انا وحسن بالعافيه. رجعت البيت وما اتكلمتش مع حد خالص. دخلت انا واخويا اوضتنا ونمنا، وصحينا تاني يوم رحت الشغل وخطرت على بالي فكره وقررت اني انفذها، بس كان لازم استأذن صاحب الشغل الاول. اول ما وصلت الشغل رحت لمكتبه على طول وخبطت عليه ودخلت. ازيك يا ايه، تعالي يا حبيبتي، عاوزه حاجه؟ انا يعني كنت عاوزه اطلب من حضرتك طلب. اتفضلي يا ايه. انا كنت يعني بفكر اجيب شويه تيشرتات وحاجات كده ابيعها هنا للعمال،
وده والله ما يأثر في شغلي في حاجة. انا بس هقولهم اني ببيع واللي عاوز حاجة يجي ياخدها، وده في وقت الغدا بس. ماشي يا آية، موافق. روحي واعملي اللي انت عاوزاه، بس ده في وقت الغدا بس، مش عاوزة عطلة وتعطيل للعمال. اه طبعا، شكرا لحضرتك جدا. كنت فرحانة قوي انه وافق. كنت محوشة 300 جنيه، رحت اشتريت بيهم تيشرتات وبدأت أعرض وأبيع للعمال وأحط مكسب ليا بسيط في الأول. الناس بقت تشتري مني عشان تساعدني أنا وأخويا، وبعد أسبوع 300 جنيه بقوا 1000 جنيه. اشتريت بضاعة أكتر وبعتها برضو، وفي وقت صغير فضلت أشتري وأبيع، ويوم ورا يوم كملت مبلغ صغير. وفي يوم وأنا نايمة بالليل سمعت صوت مرات أبويا بتضحك. قمت لقيت حسن ماسك فيا وخايف. طبطبت عليه وقلت له ما تخافش. كنت هطلع بره الأوضة لقيته بيشاور لي بإيده وبيقول لي لأ، ما تخافش، أنا هطلع بالراحة وارجع من غير ما تحس، ومش هتأخر عليك. طلعت اتسحب واحدة واحدة، واتفاجئت من اللي شفته. لقيت مرات أبويا هي وبنتها بيرقصوا، وفي واحد واقف بيصورهم. خفت ورجعت أوضتي بسرعة قبل ما حد يشوفني أو تموتني، وقفلت على نفس الأوضة. حضرت هدومي وهدوم حسن في شنطة والفلوس اللي كنت محوشاها، وقررت إن خلاص لازم أمشي من واسيب البيت ده وأروح في أي حتة. وفعلا أول حاجة عملتها قعدت في الأوضة اللي كانت موجودة في المصنع الأول. وبعد كده صاحب الشغل الله يبارك له شاف لنا أوضة نقعد فيها أنا وحسن. الحمد لله كنت عايشة مرتاحة أنا وأخويا حسن. نروح عند أبو آية اللي فات أسبوع وهو بيدور عليهم هي وحسن، وكان هيتجنن عليهم ومش لاقيهم. يعني إيه البت والواد بقى لهم أسبوع ما ظهروش؟ يعني الأرض اتشقت وبلعتهم يا سهام؟ وأنا مالي؟ هو أنا اللي كنت قلت لها تطفش هي وأخوها وتسيب البيت؟ أمال إيه اللي حصل؟ أنا حاسس إنك أنت اللي ورا اختفائهم ده. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا مش كفايه عليا اني كنت طافحه الدم معاهم وفي خدمتهم طول السنين دي كلها؟ بدل ما تشكرني وتقولي كتر خيرك، لا جاي تزعق لي. انا اللي غلطان. البت بقى لها اكتر من شهر ما بتقعدش معايا ولا بتاكل معايا زي الاول. حتى الواد مش عارف ايه اللي جراله، دايما خايف وما بيتكلمش. بص يا ابو ايه، انا ما كنتش عاوزه اتكلم ولا افتح بقي. البت دي بقى لها فتره حالها متغير، ومن ساعة ما انت بتنزل تروح الشغل هي بتمشي بعدك على طول وما ترجعش غير قبلك بشوية. سألتها كذا مرة كنت فين، بتبجح فيا وتزعق. وانتي لسه فاكرة تقولي لي الكلام ده دلوقتي؟ انا قلت عيلة وتلاقيها بتلعب هنا ولا هنا، بس انا حاسة والله اعلم ان في واد من اياهم ضحك عليها، وده اللي خلاها تهرب وتسيب البيت. جت شهد بنت سهام وبصت لامها وغمست بعينيها وقالت بصراحة يا عمو، أنا مرة سمعتها بتتكلم مع واحد في التليفون وبتقوله خلاص ما بقتش طايقة العيشة دي وعاوزة تهرب وتسيب البيت. بس أنا بصراحة نصحتها كتير وقلت لها اوعي تعملي كده، ده عيب وحرام وما يصحش. بس هي قالت لي ملكيش دعوة وشتمتني. كده ماشي يا آية، أنا بس ألاقيكي وربيكي على اللي عملتيه. بقول لك ايه يا ابو آية، انت شاغل نفسك ليه؟ مش هي اللي هربت وسابت البيت اللي قويها؟ يبقى خليها تشرب بقى، خليها تدوق المر وتعرف نعمة البيت. انا عمري ما هرتاح غير لما الاقيها يا سهام. شهد قربت من امها وقالت لها احنا ما صدقنا ارتحنا ومش عايزين نشوف وشها تاني. ما تقلقيش يا حبيبتي، ده حتى لو لقاها انا هعرف ازاي خليه يخلص عليها. بلاش قرف، ده انا ما صدقت ارتحت من همهم. فاتت سنة بحلوها ومرها على آية وحسن. آية بتشتغل ليل ونهار وقدمت لأخوها في المدرسة عشان يكمل تعليمه. بعد ما اتعالج ورجع يتكلم تاني فضلت تحوش في فلوس لحد ما صاحب المصنع بعت لها في يوم حضرتك بعت لي في حاجة؟ بص يا آية، أنا لقيت إن البضاعة اللي بتبيعيها موضوع التيشيرتات ده الكل مبسوط منها قوي والموضوع ماشي كويس. ايه رأيك أشاركك فيه؟ حضرتك هتشاركني أنا؟ ازاي؟ بص يا آية، أنا كان عندي محل في مكان كويس كنت فاتحه محل الأحذية والكوتشيات وكده، بس ما كانش ماشي قوي عشان ما لقيتش حد أمين يمسكه. كل اللي يجي يمسكه كان يسرقني. فأنا فكرت لو نقسم المحل ده نصين، نص نخليه الملابس اللي انت بتبيعيها والنص التاني الأحذية والكوتشيات زي ما كان. يعني حضرتك عاوزني أمسك لك المحل ده وأعمل جنبه محل الملابس بتاعي؟ مظبوط. انت سنك صغير، بس انا شفت فيك انك بنت ب100 راجل اقدر اعتمد عليها وانا مطمن.
بجد متشكرة جدا، أنا مش عارفة أقولك إيه. بصي يا آية، المحل ده أنا هاخد منك الإيراد كل شهر، وانت هتبيعي الملابس والحاجات اللي انت كنت بتبيعيها براحتك. والله أنا مش عارفة أشكرك إزاي. ربنا يرزقك ويوسع عليك يا رب. أبو آية رجع مرة من الشغل، كان بدري، كان تعبان. فتح الباب وسمع صوت مراته في أوضة النوم. راح وفتح الباب، اتفاجأ لما لقى مراته بترقص وهي بتصور نفسها. مسكها من شعرها وضربها ورماها في الشارع، هي وبنتها شهد، بعد ما طلقها وأخد بنته ملك منها. وقعد يدور على آية لغاية ما لقاها بعد شهرين. وساعتها هي حكت له على اللي حصل واللي شافته والمعاملة اللي كانت مرات أبوها بتعاملها ليهم. أنا آسف يا بنتي، أنا كنت أعمى، ما كنتش بشوف أفعالها السيئة معاكم وكنت بصدقها. بس أوعدكم أنا هربيكم بنفسي، ولا عمري هجيب لكم مرات أب تاني. بجد يا بابا، ربنا ما يحرمناش منك. آية رجعت المدرسة وكملت تعليمها مع شغلها، وفضلت تكبر شغلها يوم ورا يوم لغاية ما بقت عندها مصنع كبير لصناعة الملابس، وده كله بفضل ذكائها وصبرها.